عشان تبني فايل زي ده حاصل فيه فوركاستنج لبراند جوميا، طبعا انت بتختار اسم الكامبين عندك في الماشين. تاني حاجه بتحط التارجت اودينس. تالت حاجه بتختار الشانلز اللي تشتغل عليها. انا هشتغل على الفيسبوك وانستجرام تويتر سناب شات وعلى جوجل ادز وعلى يوتيوب ادز. رابع حاجه الكامبين دي هتشتغل من امتى لامتى ومن وقت قد ايه وهتاخد ديوريشن قد ايه. ده من الحاجات المهمه جدا ليك في الميديا بلاننج. ايه البادجت التوتال للكامبين دي كلها؟ انت هتعمل ايه في الديلي بادجت؟ تحط قد ايه كل يوم؟ مثال هنا حطيت هنا الاكسبكتد ديلي ريزلت من الورست سيناريو والبيست سيناريو، وقلت ان انت هتحقق ما بين 480 ل 1000 اكوزيشن. الاكوزيشن معناها ان هو حد خلاص اوريدي اشترى. تالت حاجه اللي بعديها انا بقول له ان انا كل اكشن من دول هيكلفني قد ايه. فالكوست بير اكوزيشن هنا واقف عليا في الورست سيناريو 9 يورو 7 من 10، وفي البيست سيناريو 4 يورو 6 من 10. فبتقول انا تارجت الناس الموجودين في السعوديه، وهكذا في كل بلاتفورم انت بتمر بيها لازم تمر بكل الخطوات دي وتكتب الفوركاستنج بتاعك. وقيمه ده ان انت من قبل ما تبتدي بتكون زي ما بيقولوا كده احنا متفقين وعلى ميه بيضه، فبناء عليه مش هيحصل اي ارجيومنت بعد ما الشغل يحصل، ولا هيحصل بينك وبين الكلاينت